السلام عليكم ورحمة الله. أغلى كرسي في العالم كرسي العرش للملك الفرعوني الذهبي توت عنخ آمون، عبارة عن قطعة واحدة فقط من مجموعة تحف قيمة جدا، حوالي 5500 قطعة التي تم العثور عليها في قبر الملك توت عنخ آمون. صور للكرسي فيها تفاصيل تحفة ورائعة جدا، ولكن بعض الصور للكرسي. بائع مومياوات متجول في مصر، 1875 صورة حقيقية في نهايات القرن التاسع عشر، خاصة حوالي عام 1875. شهدت الفترة الفيكتورية في أوروبا اهتماما متزايد بالآثار المصرية، وذلك عقب فتح نابليون الأبواب التاريخية في مصر أمام الأوروبيين. خلال هذه الفترة تحظى المومياوات بالاحترام الذي تستحقه من قبل النخب الأوروبية، حيث كانوا ينظرون باحتقار إلى تاريخ دول العالم الثالث. كان بالإمكان شراء المومياوات من الباعة المتجولين في الشوارع. كما يتضح من الصورة المذكورة، كانت المومياوات تستخدم جزء رئيسي في الحفلات والتجمعات الاجتماعية التي كانت تقاوم في القرن الثامن عشر. الملكة نفرتيتي جميلة الجميلات، حلاوتها باللهجة الشعبية المصرية. الملكة المتوجة على قلب رمسيس الثاني، تزوجها رمسيس وهي في عمر 13 وكان عمرها 15. ولدت بأخميم، عاشت عمرها تساند زوجها رمسيس الثاني. بنى لها رمسيس معبدا خاص بها بجوار معابده في أبي سمبل، وكان أكبر معبد في تاريخ قايمد، يشيد لأي زوجة ملكية، وكتب على جدرانه إلى المحبوب الإلهة موت جميلة الجميلات، ملكة قلب الملك رمسيس الثاني، ملك الأرضين. نفرتيتي جميلة من أرض قايمة، الملكة المتوجة على قلوب المصريين.